ممتاز ممتاز، فك الأجهزة. طمني دكتور. تخطيط القلب طبيعي الحمد لله. وفي عنده شوية ارتفاع بالضغط يعني، بس ارتفاع طارئ. طب هاد شو سببه دكتور؟ سببه صدمة، يعني هو صاير معه شيء أزعجه كثير، بالإضافة لتعب جسدي وتعب نفسي، وبهالعمر شيء طبيعي إنه يصير معه هيك. الحمد لله سليمة. بس لازم يعمل شوية تحاليل وفحوصات. عم تقول حالة طارئة ما هيك دكتور؟ صحيح، لأنه مو طبيعي. طيب دكتور يا ريت تكتب لنا على التحاليل مشان نعملهم بكره الصبح، بس هلا فيك تقول لي شو بدنا نعمل مشان الضغط؟ يعني أنا برأيي تاخذ حبة اسبرين وحدود 80 ملي جرام يوميا، وتتبع نظام حمية مشان نسيطر على الضغط. هذا الضغط ما له دواء؟ هلا نحن ما بدنا نستعجل ونعطيه دواء يلازمه طول عمره يعني، بس لازم انت تشرفي على تنفيذ الحمية اذا ما طلع معه شيء بالتحاليل خطير. رح اكتب لك استراحة 3 ايام. شو بتشتغل حضرتك؟ شغل خاص. خلص مو مشكلة يعني مشان الاستراحة. طيب اوكي. هي الروشتة اللي تحت اكتبها دكتور؟ اها. طيب هذا الدواء كم مرة لازم ياخذه؟ 3 مرات يوميا. بعد الطعام. بعد الطعام. معروف. الله يخليك خلينا بالاول نطلع على بيت الاستاذ نوديه. لا ما بده يروح على البيت هلا، بلا ما يحسوا بشيء، ما بديهم يقلقوا. استاذ الله يخليك صحتك تعبانه والدكتور قال خليك ترتاح اذا بتريد. ماشي روح على البيت، ولا لك وصل الآنسة على الوزارة بالاول. لا خلص بنوديك بالاول على البيت بنطمن عليك وبعدين نرجع على الوزاره. طيب إذا حطيت جواز سفر هنا ما بيصير والله استاذ. لا باسم الهوية اجبار ما بيصير. ما بصير. اسفين جدا استاذ. طيب شكرا. ما مشي الحال، طلع بده الهوية وانت ما معك هوية، شو عم بيقول؟ لي 20 سنة ما معي هوية، ما جعت؟ جات معقولة لون بهالبلد بده هوية؟ امشي. تعال روح ناكل يلا. شرف. يسلموا دمدومة. مرحبا، شو هلا فقتوا؟ والله يا بابا ما لحقنا ننام مثل الخلق، من الصبح بكير اجانا. ليكي اليوم هوتك مو ظابطة صايطة ها. مين اجا؟ ما مهم بابا ما مهم، بس انت ليش جاي بكير؟ هلا احكوا يا اولاد، مين اللي اجا؟ ما في شي بابا ما في شي. اجا اليوم ناجي الصبح سأل عن عمي أناس وراح. اجا لعندي على الوزارة. على كل حال انتوا هلا صحيتوا، هلا فايتنا. ابوكم مو طبيعي ها. رهف ما لنا غير أمي. رح جيب لكم قراره. ايه شو يعني؟ هي ما في شيء، بس مو نايم منيح امبارح، قام اجى بكير لحتى ينام، هي القصة. ايه بس ابي بحياته ما اجى بكير من الشغل. بحياته ما سهر مثل امبارح كمان. مزبوط. لا علي ان شاء الله، وامي كمان مو نايمه منيح. لا شو رايك يعني؟ نحكي مع الأذنة لحتى تاخذ لي إذن لست المديرة؟ عم تنكت هلا؟ أنا بدي أفهم، أنت ليش ما بدك تطلعي؟ والله انت في شغلات كثير مبطل تفهمها هالايام. معك حق، أنا جديد عليكم فهميني. انت جديد على ابي، بس انت جديد علي انا؟ أبوكي بيهمني، ولا ما بدك كان يهتم فيه يعني؟ لا اهتم فيه وحبه ودلله، بعدين ليش تاركه لحاله؟ ما تروح تقعد معه؟ هو قال لي إنه هو قال لك؟ يعني هو اللي قال لك تلغي شهر العسل؟ وهو طبعا رح يقول لك كثير شغلات وانت رح تسمع كلامه فيها. مو أبوكي؟ ناجي مشان الله خلص انهي لي هالحديث كله. أنا بدي إياكي ترتاحي. اكيد. تركني لحالي لك. على كل حال اللي خربونا فرحتنا هن أمك وأبوكي.
ما ناسين. بس مبسوطة. ايه ساعتين وانا كمان مبسوط. بس يعني بنضل هيك؟ شو بدنا نعمل لك ها؟ ما بعرف والله، من كثر التعب ما عاد اعرف افكر. هلا انت ما قلت انه لك نص البيت؟ شو رايك نروح نقعد بالنص تبعك؟ حلو. لك مو هيك. لا حول ولا قوة الا بالله. انا بدي احكي تليفون مع اخي رؤوفي. بعد اذنك التليفون بدي. الو مرحبا رمي. ايه يا عمك انس، عمك انس. لك عمي اسمعني هلا. اكو اذا الدنيا مقلوبه اسمع علي. وين ابوك؟ خلص معلش فيق. عمي فيق وبعدين بحكي معك هلا. فيق لي يلا. انس انت من وين عم تحكي؟ طب اسمع هلا، هذا كله مو مهم. اسمع، هذا خالد اللافي اتصل وقال بده يخبر الشرطه، بده يتهمنا بخطف وابتزاز. كبر عقلك يا اخي، كبر عقلك. شو بك انت؟ اسمع هلا، بيطلع بايده ونص. طبعا بيطلع بايده. بده يبعث بنته تخبر الشرطه. طب ليك قال لك انا ما عم اقول لك اتركها، عم اقول لك رجعها. مو ضروري ترجعها لخالد. لك يا اخي رجعها على المصح، بعدين ما نشوف شو بنقدر بنعمل. طبعا بقدر بساعدك. يلا بانتظارك. بدنا نطمن بابا. عملوا لنا قهوه واطمنوا. عمكم انس عقله كبير. والله يا بابا انا خايفه على ناجي. لك بابا انتوا خافوا على حالكم. واحد مثل اخوكم ناجي ما بينخاف عليه. صحيح صار بنخاف منه. ساكتة لأنه ما في حدا لجأت له إلا الخير. لا خلاص كلها الليلة بس. سلافة الليلة وبس. بكرة الصباح راح طالعك وعلى طول. صدقني. حبيبتي جوزك قصدي طريقك خالد اللافي ما راح يسكت. راح يخبر الشرطة وهيك نحن ما فينا نعمل شيء. ما فينا. دايما هو بينتصر. لك مو قصة انتصار. هو ناوي يتهمني بالخطف والابتزاز. يسترجي. هلا بيسترجي حبيبتي. بس بكرة الصباح أنا حاجي ياخدك بطريقة قانونية ونظامية ما راح يطلع معي فيها أبدا. وساعتها يروح يعمل شو ما بده. شو؟ سلافة أنت مالك واثقة فيني؟ ما بعرف. بكرة الصبح حتشوفي وحتعرفي. مرحبا. اهلين صهري. الغدا جاهز، حماتك بتحبك. شو وينها رباب؟ اهلين ايمن. وينه ابوكي؟ جوا نايم. ليش؟ انا اليوم ما رحت على الدوام.
حكى شيء؟ لا يمكن ما حس عليك لأن اليوم هو إجا بكير. ليش؟ شو في؟ ما في شيء، تعبان شوي فإجا مشان يرتاح. كتير منيح، معناها على أساس أنا هلأ جاي من الدوام مشان أخذك. طيب شو صار مع ناجي؟ شو بيعرفني؟ ليش أنت ما رحت شفته؟ لا ما رحت، بس اتصلت فيه عن مرض. كتر خيرك والله، سألت عنه قبل ما تسأل عن مرتك، برافو. بابا شو بابا؟ ليش ما طلعتوا؟ شو صار بابا؟ ما بينت ماما لهلا؟ من هون للمساء إذا ما بينت رح خبر الشرطة. الشرطة؟ إيه الشرطة؟ مجنون وهربان مش مجانين، شو نعمل لا؟ لا تحكي هيك على ماما. لا تواخذينا ست عبير، ما عاد نحكي على الماما. ليه ما طلعتوا لمحل؟ مو جاي على بالي روح لأرنب. وينو جوزك؟ جوا بالمطبخ. شو؟ ما في غدا اليوم بابا؟ ليش مين له نفس ياكل؟ مالي قدرانة اكل شيء. وانا كمان مالي نفس اكل. ليش هيك زعلتي؟ ناقصه نكد هو؟ شو بك يا عبير؟ ليش عم بصير معنا هيك نحن؟ شو بدك يصير يعني؟ إذا عمك أخذ أمي واختفوا، وبابا مثل ما لك شايفه جانن ومعصب وأبصر شو بده يعمل فيهم، كيف بتحبني يكون أستاذ ناجي؟ الو الو، هاي ثالث مرة بيتصلوا وما بيحكوا. معقول يكون ناجي؟ وليش ناجي حتى ما يرد على اخوه؟ اكيد مو ناجي، يمكن يكون العم انس، بس يا ريت يرد حتى نعرف وين هو. عشان تقول لناجي معه؟ الحمد لله. كمل اكلك. لا الحمد لله شبعت، راح اقعد جنب التليفون. رح احط البريق على النار. شبعت امي شبعت. الحمد لله. صحصحتين على قلبك. شو؟ هاد فاتح اللي عم يتصل ما هيك؟ ايه فاتح، شو بدي اعمل؟ شو بدك تعملي يعني؟ اطلعي ردي عليه. انا بدي رد عليه؟ يا رهف رأسا مبين علي. خلص لا تردي. شو ما رد؟ دبريني مشان الله ما تتركيني. ردي عليه واحكي معه كأنه بنت. ما بقدر ما بقدر. هلا هو حكيت معه يتصل. الو الو لك الو، رد. سكر. يعني فصل الخط؟ لا سمع صوتي قام سكر. كل الحق على عمي انس، هو قال لي يتصل كل 3 ايام. خلص هلا لما يتصل انا برد عليه. ما حيرد ليسمع صوتي. لك تضربي انت وياه. رهف مشان الله ما تتركيني، رح يضل يتصل لرد عليه، دبريني خايفه يشتلقوا. خلص اهدي، هلا لما يتصل ردي عليه بكلمه واحده، قولي له احكي مع رهف، وانا بحكي معه كانه بنت وبقول له يتصل بكره. ايوه بركي بين علي. هلا روحي اقعدي جنب التليفون لحتى ما حدا يرفع السماعه غيرك، يلا روحي. لك يا ديما وين الشاي؟ على رهف هي اللي رح تساوي الشاي هالمره.
ما بدك تضب الطاولة؟ أضبها أنت اليوم. مزبوط. ولا لأنك رجال ما بتمد إيدك على شغلة بالبيت؟ رح ضب، بس كنت اطلبه هيك طلب من أخي ناجي لشوف شو رح يعمل. إيه بس هلأ ناجي ماله هون وأنت حباب وما في منك. بس ديما طول عمرها هي اللي بتضب. الو اهلين، احكي مع رهف. الو، ايه اهلين فتحية، اهلين، كيفك؟ لا والله عمي ماله هون. ايه بكره اكيد بيكون موجود. ايه بس مو بهالوقت ابكر. انتوا بتفيقوا بكير بالضيعة. ايه مو مشكلة. لا استنى، استني، مو لهالدرجة بكير. ايه احكي على 10 الصبح بيكون احسن. ايه اكيد رح يساعدكم. طيب فتحية، يلا باي، سلام. شو؟ بدها تحكي لي قصة ضيعتها. سلافة أنا بعرف أنت مو مصدقتيني ولا واثقة فيني، بس معلش بكرة بتشوفي. أنا مستعد أعمل أي شيء مشانك، وانتبهي مشانك، مو أي شيء بدك إياه. بتعرف مصلحتي أكتر مني، وكل الناس بيعرفوا مصلحتي أكتر مني. لا سلافة مو هيك، يعني مو هيك تماما. أنت اللي بدك إياه رح يصير، صدقيني حيصير، بس هلا لازم ترجعي، يعني مشان بعرف، سمعت الكلام قبل مرة وسمعته من غيرك 100 مرة. سلافة بكرة الصبح صدقيني رح أجي أخذك. شو؟ لا تخاف، ما راح أهرب. لك لا بقى، أنا مو قصدي. حاول تجي بكرة. السلافة لو بتزبط انك تبقي معي ما كنت جبتك لهون. يلا
اللافي؟ وين لقيتوها؟ طب اعطيني احكي معها الله يخليك. طيب مين جابها لعندكم؟ قرايبنا؟ طب اسمع الله يخليك، دير بالك عليها قد ما بتقدر، يعني قد ما بتقدروا دللوها دللوها. شكرا كتير، شكرا. شو؟ رجعها الجبان؟ كنت عم تتسمع؟ لا، بس من حديثك عرفت بانك عم تحكي مع المصح. مسكينة. لا والله ما رح منرقها على خير. لمين؟ يلا حبيبي، الحمد لله اللي رجعت. ماما ما عاد لازم تبقى بالمصح ولا ثانية، والله حرام، قضت كل عمرها بالمصح وبدون سبب. هيك بده ابوكي. مو كل شي بده اياه ابي بيكون صح. ايه بس هذا ابوكي. وهداك ابوك، ليش ما بتعمل مثل ما بده؟ بده يبعدني عنك. مو صحيح، قديش صار لنا مع بعض، بحياته ما حكى. كان يحكي بس انا ما كنت اقول لك. حكى بهدوء، بس ما قلعك من البيت لحتى اشتغلت مع بابا. ايه هو يعقله مدري شلون. ايه وانا ابي عقله مدري شلون، وما بدي رد عليه. ما بيصير هيك عبير. خلص مثل ما بدك، انا بعمل مثل ما بده ابي، وانت بتعمل مثل ما بده ابوك، شو رايك؟ ليش هالحكي هلا؟ ما عندي غير هالحكي. طيب ليش هلا؟ امك لها عمر بالمصح. لانه المفروض هلا صار عندي رجال يساندني ويوقف جنبي، ما عدت واقفه بوش ابي لحالي، حتى امي صار عندها مين يهتم فيها ويسال عنها. فهمت هلا؟ صباح الخير. ما دام مالك نايم من امبارح طبعا بدك تقول صباح الخير بالليل. اما شو ست سواقه؟ ايه بس لا تسوق علي، عود وفهمني شو سويت. لك ما سويت شيء. شو بدي ساوي؟ انا قاعد بالسياره هيك يعني بحالي، وهي هربانه من الجماعه والله ما اعرف من وين. ما يشوف الا هيك يا غفر لك الله، طب غم وحده قعدت معي بالسياره، شغلت السياره ومشيت. ها؟ والله هذا اللي صار. ايه وشو دخلك فيها انت؟ شلون شو دخلني؟ بحبها. بتحبها؟ هلا هيك الحب؟ اصلا انت من امتى بتعرفها لحتى تحبها؟ لك هي حلاوتها القصه، بدون ما تعرفها بتحبها. يا سيدي اقول لك شغله، والله حبيتها من اول نظره مثل الافلام. حبيتها من قبل ما اشوفها حتى. شو رايك؟ لك والله اجت وقتها يسلم الايدين امسكها واقول لك امسك. يسلموا بابا. عنك شن. مع انه لازم تخفف قهوه انا. ليش؟ عم تعمل لي عصبي. انا بوقت هلا لازم فيه يكون هادي كثير. اشرار يا زلمه اشرار، لك القهوه فيها سر بيشبه اسرار الحب من اول نظره. اشرار. انت جانن ها؟ كيف عم يطلع معك هيك؟ يا سيدي اطيب شيء بالقهوه هو اول شفه، يعني اول ما تدوقها يا سيدي حتى قبل، يعني بتحبها دغري، مثل ايحاء الطعم اللي تتوقعها منها، بتتوقعه وبتشربه بتلاقيه تمام هيك بنسوان. وانت متوقع من سلافه تكون هيك؟ رؤوف بيني وبينك انا متوقع الحياه مع سلافه رح تكون شيء مو طبيعي، كلها اثاره. ولك انس انت ناقصك اثاره؟ لك شو الحياه يا زلمه بدون اثاره؟ ولا شيء والله ولا شيء. طيب هلا شو رح تعمل؟ راح اتجوزها. رؤوف لا تطلع فيني هيك، راح اتجوزها. شبك عندك اعتراض يعني؟ خايف تكون والله سلفت مرتك بعد مصيفه يعني من القصير؟ ولا انت عامل حساب انه انت معاون وزير اخوك متجوز واحده خالصه؟ قوم بعلمك، انا بزماني فايت هيك فوتي بالمانيا وحاكي لها لبنتك ديما، يعني هلا كل عيلتك بتعرف عني كل شيء الا انت، وانت يا اخي. خلاص وينك؟ انسى القصه، انا بكره الصبح رايح لعندها على المصح اخذها ومتجوزها وقفلنا. صباح الخير بابا. صباح الخير حبيبي. شو اخواتك ما عندهم دوام بكير؟ لا ما عندهم. وين عمي؟ هلا بشوفني شوي. يلا باي.
ممتاز، هلا ما عاد رح يفضلي حدا. لك مين هذا اللي ما عاد يفضلك؟ ما اسالك. يا سيدي يا سيدي، شفتي قهوة؟ معناها هلا بتعملي لنا دورة قهوة على كيفك. اعطيني رهف. رهف؟ قومي. لا شو تستأجر بيت يا أنس؟ هذا البيت بيتك. هي لا مو بيتي. بركي سرابة طلعت مجنونة. طيب شو رأيك عم تنازل عن البيت وبخلص؟ ليش هيك عم تحكي يا أنس؟ شو ليش هيك عم بحكي يا سميرة؟ أصلا أنا شو إلي بهالبيت؟ أنت وأخي رؤوف وهالولاد الحلوين. دخيلك يعني البيت كلياته شو بيسوى بلاكي أنت والولاد ولا شيء. عمو بدك تتأخر بالمصح؟ والله ما بعرف يا عمو، بس لازم اطلع اشوفها لسرافة مشان هي تطمن، عرفتي؟ إذا قدرت تطلع على أنس عم نستناكم على الغداء. أكيد. يلا خاطركم. مع السلامة. الله معك. ها أهلا بالقمر. وهدول جاهزين، تفضلي. يسلم ايديك يا اسماء. اهلين، الله معك. الله يسلمك. صباح الخير. اهلين استاذ، صباح النور. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. وين؟ قهوة للمعلم. كم مرة فهمك ما تقول له معلم؟ بعدين مين هو طلب منك قهوة شيء؟ أنا صار لي 20 سنة. خلص روح ولا تجيب قهوة الصبح. هو سيادة الوزير متشدد شوي. لا هي مو ضمن صلاحياتي. أنا بكل الأحوال رح أرفع الكتاب للسيد الوزير. إذا صار شيء أنا بحكي معك. مع السلامة. مع السلامة. كيف الصحة أستاذ؟ لا الحمد لله أحسن. أبو سعيد جاب لك قهوة ورجعته فيها. مو قال الدكتور لازم تعمل حمية ضغط؟ دكاترة بيحكوا كتير. خلي أبو سعيد يعمل لي فنجان قهوة. ولا تدخلي حدا لعندي قبل الساعة 11. شبك واقف هيك؟ حلو لك عمو انت منيحة. ماشي الحال ماشي. ليش حسنك دايما مختفي انت وجوزك؟ يعني مو خلاف كبير، بس الحقيقة هو مستعجل كثير. انتوا ليه صاركم متجوزين ليش؟ 3 سنين ونص. لا مو مستعجل بنوب، انت اللي على مهلك يا عمو. لا أنا مو على مهلي، نحن متفقين وحاطين خطة ل5 سنين. خطة خمسية يعني؟ هيك شيء. لك عمو، هلا بيت الجمعية اللي كنتم مسجلين عليه انت وأيمن شو صار فيه؟ لساتنا مسجلين عليه، بس صح لنا إنه نقدم دورنا شوي، وبعدين ما زبط. ما طارت الدنيا. لا ما طارت.
يعني انتوا ما حتحلوا مشكله الولد لحتى تحلوا مشكله البيت، ما هيك؟ طبعا عمو مرتبطين ببعضهم. بعدين انا ما بحب النطوطه فوق الاساطير. هلا الجمعيات ليش انعملت؟ مشان نحصل على بيت بدون ديون وارهاق، صح؟ صح. طيب انا ليش هلا بقى بدي اضطر ادفع مشان اخذ دور؟ ماني مضطره. بنت ابوكي ابدا. شو غلط يعني؟ لا والله بالعكس. انا بشجعك عمو. صحيح انا بشجعك عمو، بس كمان يعني انك تكون نسخه عن ابوكي فوتوكوبي ما بصير. بصير مو نسخه عمو، مو نسخه، بس الصح بضل صح. تفضل. ايه بس كمان ايمن مو غلط يفكر يستعجل اذا بيقدر عمو. ايه لا مو غلط، بس اذا بيقدر. طب وهي صرتوا بتقدروا؟ هلا ايمن طلب مني مصاري، واخر طلب انا فعلا ما كان معي عمو، بس حتى لو كان معي إله ما رح اعطيه. مثل ما بدك. لا مو مثل ما بدي. لك عمو شو بكي انت؟ واحد بيحكي معك دائما بلاقيك محبطه وساكته ومستسلمه. طول بالك شوي عمو، وطي صوتك لانه الاستاذ ادري بيكون نايم لسه. مش بينام هون؟ ايه مكتبه، حياته كلها هون. اوف. باختصار عمو انا ايمن ما دخلني فيه. انت بنت اخي وانا بدي ساعدك الك وانتبهي مساعده مو دين. عمو انا ما بدي شي غير سلامتك. حبيبتي الله يسلمك. انا بدي اعطيك جزء من حق البيت هيك مساهمه. ايه حبيبتي انا جبت مصاري، اشتغلت مع جماعه بيشتغلوا بالسياحه والسفر، صار معي شي 3 ملايين وشوي، خدي نصهم منيح. اذا ما بكفوا بعطيكي اكثر. ايمن دبر مصاري. شلون دبر مصاري؟ الديان؟ لا، اشتغل شغلي مع ناجي. شغلة مع ناجي؟ شو الشغل اللي اشتغله مع ناجي ولحق يعني؟ طيب قديش جاب يعني؟ 300,000. اوف معقول؟ مو انت جبت 3 ملايين بيومين؟ اما انا غير شكل. انا اشتغلت شغلة بالسياحة والسفر، اما سفر ناس للولايات المتحدة، امنت لهم شغل، يعني شغلة فيها عين وفيها رمق. بس ايمن شو عمل؟ ما بعرف. انا بعرف. ابوك دريان بهالشي؟ لا. ايه معلش عمو، بلا ما يدري ابوك هلا خلي ايمن يرجع المصاري مطرح ما اخذها، وخذوا مني قد ما بتكون انت وياه. معلش انت لا تشغل بالك فينا، والحق علي انا اللي حكيت لك وشغلتك. كان لازم تحكي لي حبيبتي. هلا انت مرتاحه؟ شو قصدك يعني؟ اكيد مالك مرتاحه وشاكه انه ايمن عمل شيء مو منيح. هو الحقيقه وعدني انه ما يعيدها. مرحبا. اهلين طارق، فوق. اهلين. عمي انس الساروجي. طارق انشط طالب بالبلد. اهلين عمو. اهلين استاذ. اهلين حبيبي. شو بك طارق، في شيء؟ الاستاذ ادري بالمستشفى. لا، شو صار؟ ما بعرف، امبارح المساء هيك فجأة ما عاد قدران ياخذ نفس، فورا طلبت له الاسعاف. طبعا عمو انت بتعرف على انه المستشفى اخذوه؟ اي اكيد، ما انا كنت عنده طول الليل. طب خلص حبيبتي، اذا بتحبي امشي وصلت لعنده. مو بدي اروح لعنده، بس ماني عارفه انا شو بدي اعمل بالمكتبه. يا عمو اذا مدير المكتبه بالمستشفى امشي، يلا هاتي اغراضك يلا يلا. امشي طارق امشي. يعني معقول رامي نحن اخواتها الاكبر منا، مين إلا غيرنا؟ يعني اذا نحن ما ساعدناها وقفنا جنبها مين بده يوقف معها؟ فهمان علي؟ فهمت والله العظيم فهمت. يعني انا هلا شو بدك يعني اعمل؟ تستنى له يتصل. وشو دخلني انا بالله؟ يعني نترك ديما تحكي معه؟ بالله شو؟ ليش صار لها كم شهر شو عم تعمل حضرتك؟ والرجال طلع ادم ومحترم واجا طلبه. واهلك ما قبلوا. إيه بس عمك انا سعد يتدخل ويساعدهم. معناتها يستنوه ليفطر. ما بدي اياها تحكي معه لحالها. ما عم تقولي رجال طلع جدي ومحترم ما بعرف شو. انت من شو خايفه؟ لك شو بك عم تخانق؟ وطي صوتك شوي. ديما طول عمرها قاعده بالبيت ما بتعرف شي بلا ما تخبص لها شي خبصه. ها؟ مثقفه واعي. فهميها تقول له يستنى لحتى عمي يتصرف. ما رح تعرف تقول له شي، كل حكيهم حكي فاضي. حكي فاضي؟ شلون يعني حكي فاضي؟ هلا ما تجدبها، ما رح نروح من هون غير ليتصل، بدك تحكي معه مثل ما اتفقنا وخلصنا.
بس بدي فطور محرز ها. أبو سعيد استنى عندك شوي. شو في؟ خير أنسة منى، في شيء؟ ما في شيء أستاذ. طب قربي، ليش واقفة بعيد؟ أستاذ عن جد أنا آسفة، بدي أحكي معك بهالموضوع ومو قدرانة ما أحكي فيه. تفضلي احكي، تفضلي. ممكن تلتزم بالحمية اللي طلبها الدكتور؟ عن جد آسفة، بس حاسة حالي مسؤولة عن هالشي لأني الوحيدة اللي كنت معك بالمستشفى. طيب أبو سعيد واقف برا ومعه فنجان القهوة تبع هلأ، أصرفه؟ شكرا أستاذ. ما اجى حدا من اهلك؟ لا. مو لازم نخبره؟ ايه بس انا ما بعرف حدا منهم. ولا انا. طارق هذا المستشفى كثير غالي، ليش جبته لهنا؟ نحن اخذناه على اكثر من مستشفى، بس كلهم قالوا لي رجعوا على البيت ما في امل. بيقولوا انه معه ثبات سكري. تصوري انه السكر مرتفع معه ال 550. دفعت مصاري؟ لا، حطيت هويتي. هاي زهورات مو عادية، الآنسة منى جايبتها. شو يعني مو عادية؟ قالت لي إنه هي مجمعتها. أيوة معلم، الآنسة منى ما في منها والله. ليك شو بدي لك يا أبو سعيد؟ قهوة الصبح ما تلغي لي إياها. حاضر معلم. تأمرني شيء؟ بدي سلامتك، الله معك. الله يسلمك. هلا بدك تقنعني انك جاي لهون هيك؟ انت جاي تشوف حدا بالكلية؟ لا، حبيت القهوة تبع مقصفكم، بعدين هلا بكير على محاضرتك. قهوة بمقصفنا؟ لك مو طيبة بنوب، بعدين الأساتذة ما بيقعدوا هنيك ولا الأستاذة. وين بيقعدوا لك؟ والله أمرك عجيب، لك احكي وريح حالك. بحكي لك بس بدون ما تلاقيها فرصة لتبتزيني. أنا أبتزع؟ ليش شو اللي عندك لأبتزع؟ إيه احكي. هلا هون بدنا نحكي، امشي. إيه تفضل نشرب قهوة بالمقصف. صباح الخير. لوين من الصبح؟ أنا صبح، صارت الساعة 11. طيب لوين من الساعة 11؟ على الشركة. إيه لاحق على الشغل. عمي طلب مني انزل على الشركة، قال في شغل جديد بده يسلمني اياه. ناجي، بدي اطلب منك طلب. مريني حبيبتي. حبيبي، شو ما صار بقصة عمك وأمي لا تتدخل.
ايه ما دخلني. ولا تتعامل مع أبي إلا بالشغل. بس هو شايف انه انا صرت صهره، يعني دخلني بكل شيء. حبيبي مشاني معلش، مشان نضل مناح مع بعض لا تتدخل. طيب اذا طلب مني شيء شو بدي اقول له؟ خلص قل له عبير ما بتحب هيك. هلا بتشوفيها حلوه بحقي انه مرتي تمشي كلامها علي؟ لك يا حبيبي مو شغله تمشي كلامي عليك، بكل بساطه نحن هيك اتفقنا من الاول. خلص رح احاول. مو رح تحاول، هيك بدك تعمل لانه نحن هيك اتفقنا من البدايه. عم اقول لك يا اخي انا قريبه، امبارح وصلت لهون بايدي. ممنوع. طيب لو سمحت فيني اشوف الدكتور؟ ممنوع. ممنوع كمان؟ طيب مدير المشفى؟ ممنوع. اخي ممنوع فهمنا، ممكن تقول لي بقى شو المسموح لحتى اعمله؟ لا بتيجي لهون. طيب هل هذا المشفى مو بمصاري؟ يعني المرضى وقت بيجوا لهون ليتعالجوا مو بيدفعوا مصاري؟ انا مريض بدي ادفع مصاري، ممكن فوت؟ هون ما في دكاتره، بتروح بتشوف الدكاتره بالعيادات. ايوه فهمت عليك، يعني انا ما فيني فوت نهائيا ما هيك؟ تمام، بقى روح وبلا ما تعمل مشاكل وتخلينا نطلب الشرطه. عمو شوي وراجعت لك. ايه تكرم عينك، الله يعطيك العافيه. مين بدك؟ بدي سلافة. استني بس قولي لي شبه صاير عليها شيء؟ يا اخي في تعليمات انه ما نسمح بزيارتها. بعرف، بس اذا بتريدي خليني نشوفها هيك شوي ولو على الشبك دقيقتين. يا اخي صعب كتير. ليكي خليني نشوفها بس 5 دقايق، وشو ما بدك انا جاهز. طيب قديش بتدفع؟ قد ما بدك جيبي لي اياها بس. ايوه طيب لقلك هلا بتروح 50 متر لهنيك، في باب اسود حديد بتوقف عنده وبتستناني هنيك. ماشي ماشي يلا روح. شو وينها؟ نفوت؟ اشتقت لك سلافة. ما اشتقتي لي معك؟ يا ستي اشتقتي لي ولا ما اشتقتي لي، انا لا حي احساسي مو مشكله. انا فت لهون تهريبا على الباب ما خلوني فوت. شوفي انا فيني هربك بس ما راح طالعك من هون الا وراسك مرفوع، طالعه نظاميه 100%. خفت عليكي ايه؟ انت بتعرفي سلافة الوضع، يعني وقت طلعنا شفتي شو كركبنا، طلع معك هويه وهداك عم يلحقنا. أنا بعرف إني رح أقضي عمري هون، خلص تعودت، بس كان بدي شغلة صغيرة.
كان بدي هذا الحقير ما يقدر يعمل اللي بده اياه، بس ليكو عم يعمل اللي بده اياه. لا هالمرة ما راح يصير شيء، أنا معي وراح أمنعه. أنت شو بدك مني؟ لك أنا مستعد أعمل أي شيء مشانك سلافة. أنا ما بدي شيء بهالدنيا غير إني أنتقم من ابن اللافي. خلص وأنا معك وراح ساعدك. ليش؟ لأني بحبك. بحبك سلافة، ليش ما عم تفهمي علي؟ لأنه ما عاد في مكان بقلبي للحب. سلافة وقت بتصيري حرة بصير فيك تحبي. بس أنا هون محبوسة حبس، المحكمة فوتتني. بعرف، أنا بقدر هالشي وفهمانه، بس في حدا راح يطالعك من هون، راح يخلصك من كل القصة وياخدك على مسؤوليته. أنت؟ يا ريت بنتك عبير، لأنه بنتك عبير هي الوحيدة المؤهلة قانونيا تطالعك من هون، وبهالحالة خلاص فيك تاخدي هويتك وتصيري مثلك مثل أي إنسان. خلاص حبيبتي رفاه، ما صار شي، طولي بالك. رفاه حبيبي. طيب إذا بتحبوا خلاص اتركوني لحالي. رفاه شو بكي؟ تشربي شي؟ راح اجيب لك شاي. طيب شكرا. تفضلي. يسلم. هات يا ستي. شو بكي؟ ما في شيء، بس هدول تبعات السنة الثانية تمثيل عم يزعجوني. شو عملوا؟ يعني هدول النظارات فيهم شيء؟ بس انتي ما شاء الله عيونك حلوين. بعوج راسي هيك. وين المشكلة؟ يعني أنا بس أمشي بلولح بإيدي، لو انتبهوا لي كانوا قلدوني، لأن هيك طبيعة دراستهم. ايه بعرف، بس هن كانوا عم يضحكوا على نظاراتي كمان. يعني أنا شايفهم مناح، إذا أنتي مو حبيبتيهم غيريهم. بس هدول طبيات. بعرف، يعني غيري الموديل مو العدسات. ما بقدر هلا، لأنه بيقولوا بسببه. ما فيها شبكي، زيدي ثقتك بحالك، شوفي كيف رح ترتاحي. شو قصدك؟ يعني قصدي شدي حالك شوي، يعني غيري شوي بشكلك، إذا هيك مطيرتي له عقله لخليل. عن جد؟ يا ربي، أنا لساني بده قص، لازم كنت أحكي، بس خلص طلعت الكلمة. هذا خليل معجب فيك، بس يعني مو قدران يحكي معك على كتر مالك جدية. بتعرف أنا حسيت هيك شيء، بس قلت لحالي مو صحيح، يعني مو معقولة يترك كل هالبنات الحلوين ويطلع فيني أنا. طيب لا تقولي له إني قلت لك، لا تحرجيني معه. طيب يلا خاطرك. سلام. ايه صحيح، سلمي لي على الحاج قاسم والآنسة راما. ايه وهن بيسلموا عليك. عن جد؟ شو قالت لك؟ قصدي شو قالوا لك؟ ما في شيء، امبارح اجت سيرتك وسألوا عنك بس؟ ايه بس. طيب عن جد سلمي لي عليهم كتير كتير، ماشي؟ ايه بيوصل. يلا خاطرك. ما معي. شلون يعني ما معك؟ والمصاري اللي اخذتهم من ناجي؟ لك وطي صوتك. كيف يعني ما معك؟ مو عم تقولي سبات سكري، يعني رح يموت. بعيد الشر، الدكاترة قالوا ممكن يعيش. وينهم أهله؟ شو بيعرفني أنا وين أهله؟ ليك أيمن، لا تلف وتدور علي، أعطيني 50,000 وبس يبينوا أهله نبقى منرجعهم. وبلكي ماتوا ما بينوا أهله. إيه علينا لسه بيقول لي رح يموت الرجال. خلص بقى، حرام عليك، قوم
يلا. ما بقدر. بحكي لك مع أبي. لك مو ما بقدر اطلع، ما بقدر ادفع لانه تصرفت بالمصاري. شو؟ ايه اشتريت محل. اما شو محل يا رباب؟ محل؟ لك مو على اساس بدك تدفع للجمعية؟ ليش ناخذ بيت صغير باخر المدينة؟ بكره المحل بيجيب مصاري وبناخذ بيت بنص البلد ومرتب. ليش ما قلت من الأول؟ أيمن خلص مشان الله خلص قوم اعطيني ال50,000. لك ليش ما بتصدقيني؟ فعلا اشتريت محل. بس نحن مو هيك متفقين. هلا انا جبت المصاري وتصرفت فيهم وما حدا قال له عندي شيء. هيك لك. شوفي عمك انس اكيد معه. الو مرحبا ديما. عمك انس اجا؟ ما في شيء ما بعرف. خلص ديما ما بعرف. يلا باي. الو مرحبا. غرفة 214 إذا بتريد. مرحبا طارق، كيفه الأستاذ؟ طيب ليك طارق أنا ما رح أقدر أجي هلا على المستشفى. رح أمرق على المكتب أشوف إذا في عناوين أو أرقام تليفونات. طيب يلا باي. انت كيف تقدر تكذب هيك كذبه؟ انا كنت عم حاول ساعدها، يعني هي ثقتها بنفسها كانت بالحضيض. عم تساعدها؟ لك انت عم تضيع على البنت، عم تدمرها. يا اخي طول بالك، يعني ضروري تقول لها انه عقلك مو طاير فيها؟ مو معقول رامي، شو عم تخبص انت؟ اخي انت لا تكذب ولا تتجاوب معها، خلص يا اخي خليك حيادي. شو حيادي؟ معقول انت؟ معقول قديش ما عندك مشاعر؟ اناني؟ هيك ببساطه تتلاعب بمشاعر الناس؟ معك حق، انا فعلا كنت انتهازي، بعترف لك، بس انا يعني اخترعت هيك قصه مشان اتقرب من رفا، مشان اختها. بس عن جد ابو الخل والله العظيم ما كان قصدي اعمل مشكله. ايه وهلا شو بدنا نعمل؟ خلص هلا انا بلاقي فرصه مناسبه وبحكي معك. خلينا نفكر بشي طريقه سوا. ابو الخل انا غلطان ولازم صلح غلطي، انت ولا على اساس تيجي تتغدى هون، بس انا اسال خليها مع جوزها. اجت لعنده على الوزاره اليوم قبل الظهر. ما طلعت لعندك؟ غريبه، وينها؟ وما عم ترد على التليفون. وين اختفت هي وايمن؟ امي هي ما كانت منيحه الصبح. طول عمرها جوانيه اختك، لا بتشكي ولا بتحكي. وهي انس طول النهار لا اتصل ولا بين. الله يستر. لا تخاف، انس عاقل. شو قصتك انت؟ متغيره من ناحيته كثير. بالاول ما كنت بعرفه، بس هلا بعرفه، عين الله حوله. صحيح امي، رباب اتصلت الظهر وسالت عن عمي انس. شوفي مين بابا. اهلين ايمن. كيفك؟ مرحبا. اهلين. اهلا. ديما جيبي كاسة شاي لايمن. وين رباب؟ ليش مو هون؟ انا كل فكري انها رح تيجي لهون. ما تغدت بالبيت؟ لا والله، كل فكري انها عندكم. ليش ما مرت لعندك على الوزاره قبل الظهر؟ بلا مرقت شوي. ما قالت لك وين بدها تروح؟ ما قالت لي شيء، بس قالت لي انه هذا مدير المكتب الاستاذ قدري مريضه بالمستشفى. ايه وليه على قامتي ان شاء الله شبه؟ قال فايت بسبات سكري، رجال كبير عمره فوق 80 سنه. ما قالت لك باي مستشفى؟ ما قالت بصراحه، انا ما سالتها. هو بيقربكم شيء؟ يعني انت كنت ملاحظه اشي ولا بس لما حكى رامي انتبهتي؟
يعني ملاحظة شوي. ما في اشي اسمه ملاحظة شوي. اللي رامي انه هو كان متردد بده يقول لي، بس حاسسني انه جدية شوي. هلا انتم مش رفقات من السنة الأولى؟ يعني صار لكم 3 سنين مع بعض وبتشوفوا بعضكم كل يوم؟ ايه. ما لاحظتي اشي على خليل؟ اشي مثل شو؟ يعني هو بطبعه خجول مثلا؟ بالعكس، لسانه ما بفوت لحلقه مثله مثل رامي. ايه مش ظابطة هالقصة، لسانه ما بفوت لحلقه وصار لكم 3 سنين مع بعض وفي مشاعر تجاهك وما عم بحكي، مش ظابطة. طيب ليش رامي يقول لي هيك؟ والله ما بعرف، هذا الاشي لازم تعرفيه انتي. يعني خليل ما بيحبني ابدا؟ مو مهتم فيي؟ انا ايش دراني بمشاعر خليل؟ كل اللي شفته مرة او 2 مش كافية لأعرف. شو ساوي انا؟ تسألي رامي. قومي على المطبخ نحضر العشاء، جدك جايب معه ضيوف. قومي. انت مو لازم تاخذ هويتك؟ لا انا رح ابقى عنده. بس ما بصير هيك، انت في عندك دراسة بعدين اهلك ما نسألوا عنك؟ هلا مو مشكلة، قلت لها اني ما رح اجي. هلا المهم عم تقول الممرضة انه اذا بقي هيك ممكن يفتح جسمه. شو يعني؟ يعني كل كم ساعة لازم نقلبه ونحط له بودرة وسبيرتو. بس هي شغلة المستشفى. ما فينا نقول لهم شيء، يعني ما تنسي انه نحن لهلا لسه ما دفعنا ولا ليرة. طيب انا رح ارجع اتصل شوف اذا عمو انس اجا. اهلا رباب. لك وينك انت؟ لك هون ثواني، عمو هاي رباب بدها اياه. ايه رباب؟ ايه حبيبتي؟ ايه معي قديش يعني؟ لا ما في مشكلة. لا عمي انت لا تجي بالليل، نحن بنجي لعندك. ايمن هون ايه؟ هلا بجيبه بجي. يلا مسافة الطريق. الله معك، مع السلامة. شو صاير؟ رباب عند الاستاذ ادري بالمستشفى، انا وصلت اليوم الصبح لعنده، رح اروح هلا انا وايمن لعنده. يلا لنشوف اخرتها. استنوني رايحة معكم. بتعرفوا انه الاستاذ ادري كان استاذي؟ يلا كان لا تطولي. انا استاذ شوي. شو؟ ما حكيت لي اليوم شو صار معه؟ رحت على المصح بس ما خلوني يفوت، شفت هيك نور السور بس، يعني قضينا النهار كلياته. يلا بس ارجع بحكي لك. ماشي. يلا انس. يلا عمي انس. اطلع خاطركم. الله معكم، مع السلامة. أنا في عندي هيك شوية أوراق بدها مراجعة. لما شو بس لي كل يوم خبصة. طول عمرك بتخبصها، هات لشو؟ قل. بحكي لك بس على شرط تساعديني. بشرط اذا بتعمل لي فنجان قهوه من الطيبه اللي بتعملهم. امرك يا ستي. شو بدي اعمل؟ تفضل. رح ساوي قهوة. بتشرب قهوة بابا؟ بشرب. ولا قال لك بلا لي قهوة بالليل؟ هي بلاها ما بتنفعك. ممكن تلتزم بالحمية اللي طلبها الدكتور؟ عن جد آسفة، بس حاسة حالي مسؤولة عن هالشي لأني الوحيدة اللي كنت معك بالمستشفى. شايفة عمك أنس شو شهم؟ طبعا شهم، مع انه ما بيعرفوا الاستاذ ادري. انا بستغرب كيف ممكن يكون الواحد بيقدر يساعد الناس وما بيساعدهم. ماما بيكون بلا اخلاق. اي والله. لك عمو ليش ما قلتوا من الصبح انه لازم مصاري؟ ما انت كنت مستعجل. بسيطة، على كل حال جبت له قطبرته القدري، وهي هوية الشاب وينه؟
جوا مع الممرضين. مساك حبيبي، هي هويتك. يسلم. مشي الحال. المصاري خليهم معنا. لا اعوذ بالله. عم مو الك. بدي احكي عن شي شغله خلص ضمن. طارق، انت هلا ما عاد تقدر تعمل له شيء، روح ارتاح. طيب ماشي، لكن عن اذنكم. استنى حبيبي لا تروح، نروح سوا هلا موصلك طريقنا. لا مو مشكله، يعني البيت ماله بعيد. حبيبي ما في مشكله، هلا رايحين نحن موصلك طريقنا خلص. رباب هي للطبيب والمناوب. يلا شوف. يلا عمو. هلا بقيتي كل النهار هون انت؟ ليش عم تسأل؟ عم نسأل شو فيها كمان؟ لا ما بقيت طول النهار هون، اجيت المساء كنت بالمكتبة. وهذا طارق شو قصته؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ممكن تتفضل هلا؟ بشرف. يخرب بيتك شو حقير. هلا بعد الشاي والقهوة والصفنة الطويلة ما طلع معك غير حقير؟ حقير بس ظريف لأنك اعترفت بغلط. شكرا يا ستي. هلا أنا شو أعمل؟ أنت شو بدك؟ أنا بدي راما. ليش؟ بحبها. كيف بدي أقول لك؟ بحبها. ليش؟ شو ليش؟ كمان هي الشغلة فيها ليش؟ لا إذا هيك الحكي معك ما في مجال للحكي بنوم. أنا آسف رهوفي، عن جد لا تزعلي مني. هذا الحكي بدك تروح تحكي لرفاه بكره. وليه؟ مبلا بكره الصبح لازم تروح تحكي لها وتقول لها انه حبك لراما شل تفكيرك وخلاك تصير حقير بدون ما تحس. شو هالحكي الفاضي هاد؟ الحب بيسمو بالروح، بيسمو بالنفس، مو بيساوي البني ادم حقير. تمام، وهذا اللي رح تحس فيه رفاه وراما ورح تخلص القصه. أنو قصة؟ قصه الحب العجيبه تبعها. لا وقال شو مخطوبه كمان. اخي قوم نام احسن لك. هيك رايك؟ لا تزعل، يعني اذا بتصلح موقفك مع رفاه ما بتقعد حقير، وبجوز تكون عم تحب عن جد. إيه بس الحب مو هيك. يعني شلون لك؟ الحب تفاهم، تقارب. إيه بس مو هالحكي الفاضي تبعك. بس انا والله بحبها، يعني ما بتغيب عن بالي، يعني عم بفكر فيها. حاول تتفاهم وتتقارب فكريا مع خيال اللي ما عم بغيب عن بالك. صباح الخير بابا. صباح النور حبيبتي. يلا دقيقة وبفضلك، ارتاح شوي. ما بدي ارتاح. طيب هيك ما بصير، أنا ما عم بشتغل شيء. طولي بالك حبيبتي، ليه معصبة هيك؟ طب إذا ناجي عم يشتغل معك أنا شو أعمل؟ طب معك حق حبيبتي، بدك ناجي خدي. يا بابا مو هاي القصة، أنا ليش أخذت شهادتي؟ مشان علقها على الحيط؟ طب تكرم عينك، شو جا بالك تشتغلي؟ مو شو جاي على بالي اشتغل، أنت شو عندك شغل لإلي؟ حبيبتي أنا كل الشركة على حسابك. تفضل استني المدير عام وهي قلمي. إيه موافقة. يلا قولوا لي شو الموضوع اللي عم تطبخوه كنتوا؟ عم نطبخه؟ مرحبا شباب، كيفكم؟ شفتوا لي رامي شيء؟ لا والله. طيب إذا شفتوا له لا يحكي شيء ولا يعمل شيء قبل ما يشوفني. أكيد ها؟ شكرا كثير. مثل شو يعني؟ والله ما بعرف دكتور أمراض الجراحية المفروض كل يوم من المحاضرة ولا كلمة ولا كلمة ولا كلمة. بعدين بالمحاضرة بتعلمتي لي شو حذرت إنه عندك. مرحبا. معلش ربنا شوي. عن إذنكم. شبك لبنى؟ ليش هيك كئيبة؟ عبد الكريم قطع علاقته معي نهائيا. العمى؟ ليش؟ قال هو بحبك وأنا واقفة بطريقكم. ما صار أي شي بيناتنا، بالعكس
آخر مرة أنا بهدلته مشانك. يا حبيبتي يا رهف، ما حدا أصلا طلب منك تعملي هذا الشيء. بدون ما تطلبي، أنت رفيقتي. العبد الكريم مو عاجبته علاقتنا. إذا شفته رح بهدله وأمنعه يحكي معي. أنا ما دخلني تصفري، أنت حرة. شبكي لبنان، ليش هيك؟ لا ما في شيء، بس بقول لك شغلة أنا حابة لحالي، يلا بخاطرك. رامي رفاق، مو معقول، شو هالحلاوة؟ شكرا. كيفك اليوم؟ شفتي خليل؟ ايه شفته اليوم الصبح. اول شيء ما عرفني، شكله كان مثل الاجداد. طيب رفاق، بدي احكي معك موضوع. ايه بس هلا عنا درس. هلا شو بدك بالدرس؟ لازم احكي معك موضوع، لانه صراحة يعني ضميري عم يوجعني. طيب اوكي. رامي، بسم الله الرحمن الرحيم. منين طلعت لنا انت؟ عاوزك دقيقة، في موضوع لازم احكيه مع رفاق. روح انت. بس دقيقة عن اذنك. رفاق لا تحكي شي رامي. فهمني شبك القط نفس. اصحك تقول لها اني ماني مهتم فيها. ايوه، وانت ليش هيك مفشكل وفايت بالحيط؟ فشكل وفايت بالحيط وعايف حالي يا رامي. اهم شي لا تقول شي. ليش يعني؟ مو شان شي، اكد لاني انا مهتم فيها، اكد لاني مهتم فيها كثير. ماشي رامي؟ على فكرة انت اهبل رسمي. مثل ما بدك، اهبل اللي بدك اياه. المهم ارجوك رامي لا ترجع تخبصها مرة ثانية. خلاص امرك. ماشي رامي؟ روح مشي روح. شبه خليل. قلت لك شبه بس يبدو حالته عم تتفاقم. ذبحتيه للزلمه. بس ما كان عم يحكي، ما كان مبين عليه كل هاد. ستي هذا اللي صار. قومي نشرب قهوه. بس ما حكيت بالموضوع. أنا موضوع؟ ضميرك اللي عم يوجعك. ايه كان عم بيوجعني، هلا مشي الحال. ليك رامي، إذا ما بتحكي وحياة الله ما بعود بحكي معك طول عمري. يعني هو صراحة بدي احكي بس خجلان. لك احكي تشجع يلا. يعني ما بتضحك علي، ما بتضايقي مني؟ لا. وعد؟ احكي لك، وجعت لي راسي، احكي. أنا بحب راما. مين راما؟ راما أختك.